الروشيتا علشان مصر تكسب وتعمل ماتش كويس، فلازم ما نخليش الماتش يتجه انه يبقى فيه كور عاليه كتير بسبب الاطوال بتاعتهم. تلعب عاليه مع الاطوال دي اصلا فاللي هو مستحيل. لا يا باشا، هلعبك في الحته اللي مش بتاعتك، انت جابت في كور عاليه بس في اللعب على الارض مش زيي. فراح لعبها الراجل اللي هنا في الزون 14. منظرهم غريب، هما ازاي اصلا راضيين عن نفسهم وسايبين الثغره دي؟ فهتبقى حاجه جامده قوي لو حصلت في ماتش مصر. فاتمنى ان يبقى فيه جمل في الكور الثابته، لان انت زي ما انت شايف الوضع عامل ازاي، ما ينفعش تبقى عاليه مباشره لو واقفين بالطريقه دي. فلازم يبقى فيه جمل اكيد وصايعه متفق عليها. ركز معايا بقى في لحظه لعب الكوره بقى، ايه اللي هيعملوه بتوع امريكا دلوقتي. بص لعيبه امريكا فمن الواضح ان هم مذاكرين وقفت او هيكلهم الدفاع في الكور الثابته. بص بيعطلوهم ازاي على طول. الكوره جت بسهوله واللي اتسببت في الجول الثاني اللي هو بص اول ما شاتها كله راح هنا وفضوا برده واحد هنا. الكره اتحسبت جول لانها جت من مدافع خبطت في مدافع. الضعف لازم نستغلها. فهم لعبوا لهم في حته مش بتاعتهم خالص. احنا مش هنلعبكم كوره عاليه وانتوا بصوا اطوالكم عامله ازاي. فلا يا باشا، هنلعب لك على الارض. وقفوا لهم واحد في الزون فروتين هنا، خلص الكلام. بص تعملي بص العدد ده كله اكيد الكوره عليها مش هينفع معاهم.